الجهاد. إذا ما نحل هذه القضية اليوم أو هذه الأيام والله سيكون الأمر معر علينا 100 سنة للأمام أو يزيد، لأنه الآن هذا سيصور ويصور بأن هذا هو الجهاد. أما حديث الصعب بن جثامة قال يا رسول الله إن نبيت القوم فنصيب من ذراريهم ونسائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. هذا الأخذ به وترك الأحاديث المحكمات هو من قبيل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن هذا الحديث ليس فيه النص ظاهر وصريح بأنهم كانوا يقصدون قتل النساء والصبيان، إنما كانوا يبيدون المشركين. فأثناء ذلك يموت أثناء الحرب قد تقتل امرأة أو يقتل صبي عن غير قصد، كما قال ابن حزم نفسه مع أنه شيخ الظاهرية ومع ذلك ما أخذ بظاهر الحديث، لأنه ليس في الحديث ما يدل دلالة قطعية، ليس في ظاهر الحديث ما يدل دلالة قطعية على تجويز قتل النساء والأطفال، نساء المشركين وأطفالهم. لا يجوز قتل النساء والأطفال. في أي ملة هذا؟ في أي ملة يقتل الطفل؟ وإذا الموءودة سئلت، الله عز وجل انتصر لمواعيد الكفار في الجاهلية، لأنه في الإسلام ما كان في وقت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ في الإسلام ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذا المحكم من القرآن. أنا أروح أضرب أقل، وأبو قتادة يستخدم الاستراتيجية. شوف الذكاء في المسألة، الاستراتيجية في قتل النساء والصبيان. يقول حتى نشتت شمل الجيش ونبدد الجيش وينشغل الجيش. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ أنا ألقاك في الطريق، أنا وجه لوجه، أنت رجل وأنا رجل، نريد نتعارك، أنا أروح أمسك لك ولدك أضغط عليه عشان أنا أخليك. هذا نذالة، الإسلام ما فيه نذالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بريدة بن الحصيب كان في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو سير سرية قال اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. الإسلام له الجهاد في الإسلام عظيم، ما هو فوضى، هو يسميه توحش. تصوروا انه يسمي الجهاد توحش، يعني توحش الجزائريين. تكلم اخذ هذه الكلمه عن ابن خلدون ويترك كلام الله عز وجل، يقول هذا توحش الان. اذا ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام؟ انا ما ادري كيف انتم تسكتوا عن هذا الامر ويعيبوا علينا. احنا يعيبوا علينا قصه ام منير. ام منير رفعت علي انا المسدس، ام منير انا وهذا كدنا ان نقتل بسببها. وكان في جماعتنا ناس على شاكلة هؤلاء اللي في الجزائر الجبل، كان في عندنا ناس مجانين كانوا يريدوا يقتلون احنا مرارا، وانا حطيت عليها حارس الى الصباح واخرجناها، وثاني يوم ما صلوا ورانا وجاءوا معاهم لكلشناه وقالوا راينا كفرا بواحد. انا رحت ركبت صحيح مسلم واتيت بصحيح مسلم فتحت له ووريتهم الحديث حتى قالوا رجعنا وتبنا الى الله، وطلعوا الرصاص من هذا. وفي من المخالفين الان بيننا من يشهد، من اللي خرج من يشهد بذلك والحمد لله. وخرج واحد اخر غضبان لما جاءت منير معاه السكين عايز يقطع لسانها، ابو علي التونسي معاه السكين خارج يقطع لسانها، قلت له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى. العالم يجب ان يكون في الواقع. ابو قتادة يقول في احد الكتب، يقول انه بشاور هذه بلد الجبناء وهذه بلد الجشع والتجشع وبلد الغفلة الى غير ذلك، هذا كله موجود بهذا المعنى، وانه لابد اللي يعرف الواقع هم اللي في الواقع. نعم العالم لابد يذهب بناء. يا ابا قتادة ادخل عندهم، ما تنسحب على طول، لا تركب الموجة وهي عالية، ولما تنزل تنسحب، لا تبقى معهم، ادخل وجههم، وجه هذا التوحش اللي تقول عنه سماه توحش. كان يكتب عندهم ويسميه توحش. اذا طالما هو توحش ونحن نعلم هذا الشيء، الشباب اذا مسكوا السلاح فهم طبعا يكونوا في نوع من العزة وكذا. هذا السلاح اذا ما كان جهاد شرعي ودخل وخرج عن دائرة الجهاد الشرعي وصار توحش، هذه جاهلية. هذه جاهلية. اللي يغضب للهوى واللي يخرج
وسنة رسوله. أخطأوا إذا أنت داخل معهم أخطأوا لا تتبرأ منهم، تتبرأ من العمل. الله عز وجل قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. نعم خالد بن الوليد أخطأ قبل الناس، ما أحسن أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في المعركة كان الفقه يؤخذ منه. الله عز وجل قال في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة. العلم ما يتاخذ هنا. هذه الدولة هذه المدينة اللي هي بريطانيا ولندن هي اللي أسقطت الخلافة. ايش رأيكم بالأدلة؟ وإذا ذهبنا إلى دار الوثائق في هذه المدينة ستجدون ما يدل دلالة قطعية على أنهم السبب الأول في إسقاط خلافة المسلمين. إذن العلم لا يؤخذ من هؤلاء. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. إذن كان طلب العلم في الجهاد. إذن العلماء ينبغي أن يكونوا في الصف الأول. سميني أنا فار، تبى تعرف أنا وين ذهب؟ ما تعرف أنا ليش؟ سبحان الله. لا نريد أن نفاخر مفاخرة الجاهلية، ولكن أنا أقول ينبغي للعالم كما ذهب إلى استراليا هو يقول لنا الجهاد في طاجكستان والجهاد في الجزائر، وكنت ذهبت إلى استراليا تعطي دورات شرعية في مشاور، كنت ما دخلت داخل تكون مع المجاهدين تصحح الأخطاء، تعطي دورات شرعية. الدورات الشرعية تكون في الجبهة، تكون في الداخل. هؤلاء أهم ناس يجب أن يثقفوا. إيش اللي حصل الآن؟ دمار. اللي حاصل في الجزائر دمار. وأنا ما أقول هذا لأثبط الهمم، أنا حاولت مرارا أدخل الجزائر، وأنا الآن أقولها مستعد أدخل إليه عندهم إن شاء الله. أنا مستعد لو أجد سبيل أدخل هناك أدخل. والحمد لله أجرينا بعد الاتصالات وسنحرص على ذلك حتى ندخل وحتى نوجههم نردهم إلى كتاب الله وسنة رسوله. الخطأ يقع ولكن لا بد توبة. أن اللي يريد العفو من أبي قتادة أن إما نتناقش في هذه المسألة. إحنا ما عندنا إرهاب فكري، إما يبين دليل ذلك بدليل قطعي واضح وصريح، لكن ما يحتاج لنا بأشياء كان إحنا راح زمن الجهل، الناس مسكين ما تعرف شيء. محتاج بمصنف عبد الرزاق برواية ضعيفة في موضع عظيم جدا، عايز تحتاج برواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عن إسحاق في المصنف عن عبد الرزاق وإسحاق بن إبراهيم. وأنت تعلم يا أبا قتادة، تعلم لأنه لو ما كنت تعلم فأنت لا ما تعرف شيء بالحديث. أنت مسوي دورة كبيرة. إذا أنت تعلم أن عبد الرزاق كبر في آخر عمره وعمي واختلط، والإمام أحمد بن حنبل أخذ عنه قبل الاختلاط وقال سمعنا منه وهو صحيح، فمن سمع منه قبل 200 فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد 200 فسماعه ضعيف، لأنه كان قد عمي وتغير، يعني صار أعمى وتغير. وإسحاق بن إبراهيم الدبري أنت تعلم أن عبد الرزاق لما مات راوي المصنف كان إسحاق بن إبراهيم عمره 12 سنة، يعني ما سمع منه قطعا إلا بعد ما عمي وتغير، بل ولم يسمع منه إلا وهو صبي صغير. والمصنف عبد الرزاق حمل عظيم، أمانة عظيمة، كبير، كتاب 11 مجلد. فالرواية الصحيحة الموجودة في البخاري اللي من رواية عبد الله بن محمد المسند اللي سمع من عبد الرزاق قبل الاختلاط. أنت تذكر هذا مسألة عظيمة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يريد يميل يقتل الذرية، والله كذبت على رسول الله، والله حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بايع أصحابه تحت الشجرة على الموت في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، يطلب من الصحابة أن يروح يقتل الذرية. ليس كذلك يا أبا قتادة، ليس هذا هو الفهم الصحيح. لا تأتي لرواية مختصرة رويت بأكثر من معنى ثم هي مروية بسند فيه ضعف، لأنها من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري كما قلنا سمع من عبد الرزاق بعد الاختلاط، وهذا كله موجود. ثم تحتاج بمسألة خطيرة قتلت ألوف الناس. هذا الكتاب رفعه فيه تخاليط عظيمة وقال أنا أعتقد وأدين الله بهذا الكتاب.